مسلسل بويراس كرايل. المسلسل ده بيتكلم عن ضابط الشرطة أحمد بويراس كرايل اللي كان شغال ضابط، وبعد كده اتهموه ظلم واتحبس لمدة سنة، وبعد كده في الفترة اللي اتحبس فيها دي حضانة ابنه بتتاخد منه، فبيكون لما بيطلع من السجن بيبقى عايز يرجع الحضانة دي مرة تانية ويقدر ان هو يستعيد ابنه ليه، فبيشتغل سائق على تاكسي علشان يقدر ان هو يرجع ابنه. بعد كده رئيسه في الشغل او اللي كان رئيسه في الشغل بيتفق معاه ان هو يرجعه تاني الشرطة، بس يدخل كشرطي سري علشان يدخل عند مافيا بتاعة بحري أمان ويجيب لهم الاخبار اللي موجودة في المافيا دي ينقلها للشرطة. وفعلا بينقذ بحري أمان ده عن طريق الصدفة، وبحري ده بيصبح ان هو بيثق فيه جدا وبيخليه كمان دراعه اليمين، وبيدخل فعلا وسط المافيا دي. وفي خلال الطريق ده بيتعرف على عايشة جول بنت بحري وبيحبها، وهي بتكون دكتورة، وبتنشأ ما بينهم قصة حب حلوة جدا. نهاية المسلسل ده وحشة قوي للاسف، وكنت اتكلمت عنه في المسلسلات اللي قبل كده بتاع نهايتها حزينه، هنزل لكم برده لينك الفيديو اتفرجوا عليه. والمسلسل ده اتعمل منه 3 مواسم وتقريبا 82 حلقه مترجمه، من المسلسلات اللي انا برشحها لكم.